من 1 اكتوبر 2026 اللي كنت فاكره عادي بقى ليه حساب. لو فاكر ان التغيرات وقفت عند الحبس والاستجواب، القانون دخل في تفاصيل حياتك، زي مثلا الاعلان القضائي. زمان كنت تقول ما وصلنيش الاعلان، دلوقتي القانون اعترف بالاعلان التليفوني والاعلان الالكتروني، يعني جلسه، تحقيق، حكم يوصلك على موبايلك، مفيش حاجه اسمها ما عرفتش. وكمان تفتيش المنازل، دلوقتي دخول البيوت بقى مقيد جدا، لازم اذن قضائي وسبب واضح ونطاق محدد، الا في حالات الطوارئ، حريق او استغاثه او كارثه، غير كده الدخول باطل. بالنسبه بقى للحكم الغيابي في الجنايات، زمان الحكم الغيابي كان مصيبه، دلوقتي القانون نظم الموضوع. لو اتحكم عليك غيابي وما قدرتش تحضر، المحكمه ملزمه تديك فرصه دفاع، يعني مش هيدخل السجن غير لما صوتك يتسمع. بالنسبه لمنع السفر ما بقاش مفتوح للابد، سنه واحده قبل التجديد، وكمان عندك حق تتظلم خلال 15 يوم، يعني القرار مش معلق من غير نهايه فوق دماغك. قانون الاجراءات الجنائيه الجديد مش ضد الامن ولا ضد المواطن، هو محاوله لتقليل الظلم وتنظيم السلطه، واللي فاكر انه بعيد يفتكر ان اي حد ممكن يقع في اي موقف في اي ثانيه. وعشان كده الفهم بقى امان، بقى ضروري، وهفضل اقولها لك كل يوم، دقيقه فهم احسن من سنه في المحاكم.